السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في مدرستكم الإلكترونية مدرسة يوب التي تقدم منهج المصري في المرحلة الابتدائية، بيصل لحضراتكم بشكل مجاني للمرحلة الابتدائية، كمان بتقدم دروس في كافة مناحي الحياة. لكل اللي حابب يطلع على المكتبة الكبيرة اللي مقدماها القناة بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو في مجالات الحياة المختلفة، يدوس على الزرار المكتوب عليه سبسكرايب الموجود أسفل شاشة الفيديو، أو هتلاقيه مكتوب عليه اشتراك لو حضرتك عندك اليوتيوب بالعربي. لو في حد عنده اي سؤال او اي تعليق او اي استفسار، او في حد حابب يشوف درس معين جديد حابب يشوفه على القناة، يبعت لنا التعليق بتاعه في اسفل شاشة الفيديو. احنا بنرد وبنتواصل مع كل الجمهور بتاعنا وبنلبي طلباتكم بقدر استطاعتنا. ان شاء الله النهارده معانا درس هيا نتعاون. طبعا اذا عجبتكم الحلقه اعملوا لنا لايك ليها وشير ليها حتى تعم الفائده. النهارده معانا اسئله درس هيا نتعاون ومعاني لم ترد في الكتاب الخارجي، ولكن مطالب بها الطالب في المرحله في سنه ثالثه ابتدائي. احنا بنحفظ المعاني الموجوده في سلاح التلميذ والاسئله الموجوده في سلاح التلميذ، بالاضافه للاسئله والمعاني اللي احنا هنقدمها النهارده، لانها مهمه جدا ولا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن الأسئلة والمعاني الموجودة في الكتاب الخارجي، ومطالب برضو زي ما قلنا بيها الطالب. تعالوا كده نبتدي مع بعض الدرس معانا. أول كلمة معانا مش موجود معناها معانا في سلاح التلميذ كلمة يكفينا. كلمة يكفينا بمعنى إيه؟ يكفينا بمعنى يغنينا. انا عايزه حضراتكم تكتبوا معايا كل كلمه. يا ريت حضراتكم لو تكونوا بتشوفوني عن طريق اللابتوب او عن طريق الكمبيوتر، علشان انا عايزه الطالب يكون مركز جدا جدا معايا في كل كلمه احنا بنقولها، وكمان يكتب معايا كل كلمه احنا بنقولها. كلمه مساعده. مساعده معناها ايه؟ معناها معاونه. معناها معاونه. يبقى احنا قلنا كل كلمة يكفينا يغنينا مساعدة معاونة. عندنا كلمة فكرة معناها ايه؟ معناها اقتراح. معناها اقتراح. تمام كده؟ طيب معنا ايه الكلمات التانية اللي مطالبين بيها؟ معناها عندنا يوزع، معناها يفرق. تمام. عندنا الحي. الحي معناه ايه؟ معناه المنطقة. تمام. عندنا ايداع. كلمة ايداع معناها ايه؟ معناها ترك. معناها ايه؟ معناها ترك. معنى يحصل. كل الكلمات دي يا جماعة مطالبين بيها. معنى يحصل ينال. معنى يحصل ينال. كل الكلمات دي الطالب مطالب بيها مع المعاني الموجودة في سلاح التلميذ. معنى الفقراء معناها ايه؟ معناها المحتاجين. معناها المحتاجين. تمام. معنى أخبر معناها ايه؟ أعلم. معناها ايه؟ أعلم. طيب ايه تاني المعاني المطالبين بيها؟ عندنا سعداء معناها ايه؟ معناها فرحانين. تمام كده؟ فرحانين دي نون يا جماعة، فرحانين. بعد كده كمان عندي كلمة واجب بمعنى ايه؟ بمعنى لازم. على فكرة يا جماعة جميع الدروس بتاعة سنة ثالثة ابتدائي من اول درس أرض النخيل لحد هيا نتعاون كلها بالكامل موجودة على القناة. الأسئلة والمعاني الحصرية، شبكات المفردات، خريطة الكلمات، وبعدين في خرائط الكلمات وشبكات المفردات والمعاني المتعددة وكلمات على نفس الوزن وتحريم المقاطع الصوتية وعناصر القصة. كل ده بفضل الله هتلاقوه على القناة للي حابب ان هو يطلع عليها ويستفيد من المعلومات الموجودة بداخلها. طيب ده نكمل مع بعض المضادات برضو المطالب بها الطالب ومش موجودة معاه في الكتاب الخارجي. جميعا عكسها ايه؟ عكسها وحيدا. وحيدا نكتبها بشكل افضل. جميعا
عكسها ايه؟ عكسها وحيدا. تمام. طيب واجب عكسه حق. هنا عشان تفهموا معايا، واجب يعني لازم، حاجة لازمة ان انا اعملها، لكن الواجب هنا بمعنى عكسها حق، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش شرط ان انا اعملها، يعني انا ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش. ده السياق بتاع كلمة واجب في درس هيا نتعاون. يعني هو سياق الكلمة بمعناها لازم، ان هي واجب بمعنى لازم، وعكسها ان ده حق ولكن مش شرط ان انا اعمله، حاجة مش ملزمة، مش لازم عليا ان انا اعمله. هو كلام صحيح ولكن انا مش ملزم ان انا اعمله. طيب كلمة رائعة عكسها ايه يا اولاد؟ عكسها قبيحة. رائعة عكسها قبيحة. عكسها قبيحة. طيب عندنا كمان كلمة زملائي، ودي معانا من اولى ابتدائي وتانية ابتدائي، معناها او عكسها اعدائي. عكسها اعدائي. طيب نكمل معانا، احنا لسه ما خلصناش، معانا مجموعة كبيرة من المضادات اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي. عندي تعالوا عكسها ايه؟ عكسها ابطئوا. تعالوا عكسها ابطئوا. مساعدة عكسها ايه؟ عكسها تخاذل. طيب ايه كمان؟ عندي تتعاون، ها المفروض ان هي ايه؟ احنا خدنا لسه حاجة قريبة منها، ايوه تتخاذل. تمام. تجد عكسها ايه؟ عكسها تهمل. تمام. كل المضادات دي احنا مطالبين بيها، يا ريت نكتب مع بعض. الحبيبة عكسها ايه؟ المكروهة. شايفين يا جماعة قد ايه مضادات مطالبين بيها ومش موجودة في الكتاب الخارجي؟ طبعا احنا بنحفظ اللي موجود في الكتاب الخارجي بالاضافة للي احنا بنقوله ده. قالت عكسها ايه؟ سكتت. ماشي. الحل عكسها ايه؟ عكسها المشكلة. ايه كمان؟ يوزع عكسها ايه؟ يوزع عكسها يجمع. عكسها يجمع. الفقراء عكسها ايه؟ عكسها الأغنياء. طيب ايه كمان؟ عندنا يحصل عكسها يفقد. تمام. عكس ايداع عكسها سحب. عكس ننهض عكسها ايه؟ عكسها نتأخر. عكسها نتأخر. تمام. دي المضادات والمعاني اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي ومطالبين بيها. تعالوا نشوف الأسئلة اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي وبرضو احنا مطالبين بيها. هنذاكر الأسئلة اللي في الكتاب الخارجي هنحفظها كويس جدا، بالإضافة للأسئلة اللي هنقوم بيها يعني دلوقتي. لو قال لي من، تعالوا كده نكتب الأسئلة، يا ريت نكتب مع بعض. من يقوم بتوزيع الأطعمة؟ من يقوم بتوزيع الأطعمة؟ احنا هنقول طبعا الإجابة دلوقتي بشكل مختصر، لكن في الامتحان أو في الإجابة أو احنا بنحل نكتب الإجابة كاملة. يقوم بتوزيع الأطعمة الشباب. تمام. احنا هنكتب إجابات كاملة بس احنا هنا بنختصر عشان وقتكم. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك ماذا يفعل الفقراء الشباب بهذه الأطعمة؟
بيعملوا بيها ايه؟ هنقول يقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة يوميا. طيب نكمل مع بعض، معانا أسئلة مهمة جدا. في سؤال مهم قوي بيقولك ما الفرق، طب نخلي السؤال المهم ده للآخر. طيب بيقولك ايه كمان؟ بيقولك ماذا طلب، ما أهمية التعاون، لا في كمان أسئلة تانية قبل كده. صف الأطعمة على المائدة، صف الأطعمة على المائدة. صف الأطعمة على المائدة. هنقول ايه؟ هنقول الأطعمة كثيرة، أطعمة كثيرة تزيد عن حاجة الأسرة. الأطعمة كثيرة تزيد عن حاجة الأسرة. طيب السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه، ماذا حدث عندما فرغت الأسرة؟ عندما فرغت، دي فيها يا جماعة، فرغت الأسرة من تناول الطعام. ايه اللي حصل؟ تبقى طعام كثير، تبقى طعام كثير. السؤال اللي بعديه، فيما فكرت الأسرة، الأسرة فكرت في ايه؟ ايوه انا سامعه حد هو بيقول، او متخيله حد كده بيتجاوب معانا. هيقول ايه؟ في مساعدة الأسر المحتاجة من أجل مصرنا الحبيبة. تمام. طيب السؤال اللي وراه، شايفين يا جماعة كمية الأسئلة اللي موجودة ومطالب بها التلميذ ولكن مش موجودة في الكتاب الخارجي. ما أهمية التعاون كما قالت الأم؟ ايه أهمية التعاون كما قالت الأم؟ يا ترى ايه هي قالت ايه الأم عن التعاون؟ ما أجمل أن نتعاون، الأم قالت كده، أن نتعاون لنحيا، دي نون، جميعا، عفوا، لنحيا جميعا سعداء، لنحيا جميعا ايه؟ سعداء. الهمزة مش راضية تتكتب. طيب نكمل مع بعض، نكمل مع بعض. السؤال بقى المهم جدا اللي سيبناه للآخر، اللي هو ما الفرق، ما الفرق بين بنك الأموال وبنك الطعام؟ السؤال ده مهم جدا. ايه الفرق بين بنك الأموال وبنك الطعام؟ أول حاجة هنقول بنك الطعام اللي هو محور الدرس، عبارة عن ايه بنك الطعام؟ تودع فيه الأطعمة، تودع فيه الأطعمة للفقراء والمحتاجين. أما بنك الأموال، بنك الأموال ماله بقى بنك الأموال؟ تودع فيه الأموال
الأموال التي ندخرها. وبكده نكون خلصنا مع بعض الأسئلة والمعاني الحصرية اللي موجودة على القناة بس على مدرستكم مدرسة تيوب. المرة الجاية ان شاء الله هنقدم بقى ايه، هنقدم برضو حاجات حصرية، هنقدم شبكات المفردات للدرس، هنقدم خرائط الكلمات، وهنقدم عائلة الكلمة، والمفاجأة هنقدم كمان شكل فين. تابعوا معانا بقية الدرس، وكمان الحلقة اللي بعديها برضو من درس هيا نتعاون هنقدم لحضراتكم ايه، هنقدم بقى التحليل المقاطع الصوتية والمعاني المتعددة وكلمات على نفس الوزن وعناصر القصة وماذا تعلمنا من الدرس. والسلام عليكم. ولو عجبتكم طبعا الحلقة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشيرنج للحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.